نجاح كبير للأندية السعودية في دوري أبطال آسيا في دور المجموعات. من أصل 4 أندية سعودية مشاركة في دور المجموعات صعد 4 أندية سعودية ما شاء الله، 4 من 4، وفي الأصل 4 من 8 في منطقة غرب. زي ما انتم عارفين دوري أبطال آسيا بتلعب على منطقة غرب وفي جبهة الناحية التانية، كل جبهة بتلعب لوحدها وبعدين بيتقابلوا. النصر بيصعد كأول مجموعته، الاتحاد بيصعد كأول مجموعته، الهلال بيصعد كأول مجموعته، والمفاجأة الفيحاء في المشاركة الأولى ليه في دوري أبطال آسيا بيصعد كثاني مجموعته وبيصعد للدور الثاني. الفيحاء حظه وحش شويه ليه رغم صعوده، حاجه تاريخيه بيعملها نادي الفيحاء، ونادي الفيحاء مش من الانديه اللي تم دعمها من قبل صندوق او هيئه الاستثمار السعودي، ولكن كافح بشرف وبنزاهه وقدر يصعد للدور الثاني. لكن حظه وحش فيه انه هيلاعب احد الانديه السعوديه الثلاثه، يعني الفيحاء هيلاعب يا الهلال يا الاتحاد يا النصر، عشان كده حظه وحش جدا هيصطدم بهم، وقد تكون مفاجاه البطوله والله اعلم. الأندية الثمانية اللي تأهلوا لدور ال16 منطقة الغرب: الاتحاد من السعودية، والنصر من السعودية، والهلال أيضا من السعودية، والفيحاء ما شاء الله من السعودية، العين الإماراتي، سبهان من إيران، ناساف من أوزبكستان، وناف بخور من أوزبكستان. زي ما قلنا الدوري السعودي بقى واحد من أقوى الدوريات اللي موجودة في المنطقة، بلعيبة كبيرة بأسامي كبيرة بليلة كبيرة جدا ما شاء الله. قدروا كمان إن هم يفرضوا نفسهم بقوة في دوري أبطال آسيا، وقد يكون أحد الفرق السعودية الثلاثة في النهاية هو بطل دوري أبطال آسيا للموسم الحالي. شكرا.